أود أن أتوقف عند ملاحظة الزميل قبل الأخير الأستاذ محمد عبد الله علي، لأنه أزعجني جدا ما قاله في صورة سؤال: هل الحكومة لديها النية لحل المشكلة أم أن نيتها تقليل عدد المصريين؟ هذا كلام لا يجوز أن يقال ونمر عليه مرور الكرام، لأنه فيه اتهام مبطن للحكومة بأنها تتواطأ وتتآمر على الشعب المصري. وأنا أرجو إما أن يحذف هذا النص من مضبط المجلس أو أنه يكون لنا وقفة مع هذا الزميل، لأنه الكلام لا يمكن أن يقول. عفوا اقعد مكانك، اقعد مكانك. أنا بقول ليس لدى الحكومة أي نية لتقليل المصريين. أنا الذي أخاطب النيابة. أنا أقول ليس لدى الحكومة أي نية لتقليل أعداد المصريين. الوزير أنا أخاطب النيابة. كل يلزم مكانه. أنا أخاطب النيابة. سيادة الوزير. يا سيادة الوزير. اتفضل اقعد. سيادة الوزير، رئيس المجلس هو الذي يخاطب النواب. الكلام ده حد يتهم. رئيس المجلس هو الذي يخاطب النواب. ازاي الكلام ده؟ تقليل عدد المصريين. اجلسوا. سيادة الوزير، رئيس المجلس هو الذي يخاطب النواب. سيادة الرئيس، أنت ترى ماذا تريد؟ أنا لم أسمعك. لم أسمع. أن تضبط إيقاع الجلسة حتى أستطيع أن أكمل. لم أسمع ماذا تريد. دعوني حتى أسمع سيادة الوزير. أريد أن أسمع سيادة الوزير ماذا يقول ثم أقول لكم. أنا لم أسمعكم، لم أتبين الكلام. محاضرات ايه؟ كل واحد يتكلم كلام مسؤول، مش محاضرات. أنا أود أن أكمل حديثي لو سمحت. أود أن أكمل حديثي. أنتم تقدمتم. اجلسوا حتى وأنا أرد على طلبات حتى أستمع إلى الموضوع. أنا لا أعرف في ماذا تتحدثون. كلكم تتكلموا في نفس واحد. أحد الزملاء قال للحكومة: هل الحكومة لديها نية لحل مشكلة البطالة أم لتقليل أعداد المصريين؟ هذا كلام أنا لا أقبله على الإطلاق من أي أحد كان، حتى لو كان عضو في مجلس الشعب. ينبغي أن تعلموا ذلك. اجلس يا أستاذ حسن، اجلس. أنا مع الكلمة. السادة النواب، أرجو الهدوء حتى. يا سيدي عايز أعرف إيه الإساءة. اجلسوا حتى نعرف إيه. اجلسوا حتى أعطيكم الكلمة. أنا مش سامع أصلا. لا أستطيع أن أتفهم. دعوني أكمل الكلام. اجلسوا. هل تريدون سماع الرد على طلبات الإحاطة؟ أنصت معالي الوزير حتى ينصت المجلس. طيب. أنا أقول للعديد من الزملاء. أنا سوف أكمل. اجلسوا حتى. سوف أكمل ردي على طلبات الإحاطة. اجلسوا عشان أعرف الموضوع بس. اجلسوا. أود أن أكمل ردي على طلبات الإحاطة. هو الذي قال تعليقا على كلام أحد النواب: إما أن يكون لتهدف من المخاطر وإما يكون الوقت مع طيب أنا سمعت خلاص. سمعت من النائب المحترم ما قاله الوزير. اجلسوا عشان أنا سمعت.
الآن فقط سمعت. حسين إبراهيم اجلس مكانك، اجلس مكانك. طيب ما الذي أزعج الناس؟ حسين إبراهيم اجلس مكانك. ايه الحكاية؟ السادة النواب المحترمين اجلسوا أماكنكم. اجلس مكانك يا أستاذ حسين، اجلس مكانك يا أستاذ حسين، اجلس مكانك. اجلس. حاضر. اقعد مكانك، اقعد مكانك. مين اللي معين ده؟ اقعد مكانك، اقعد مكانك، اقعد مكانك، اقعد مكانك. اقعد مكانك، بقول لك اقعد مكانك. السادة النواب، ليس من حق الوزير ان يعلق على كلام النواب. ليس من حق الوزير ان يعلق على كلام النواب. ليس من حق الوزير ان يعلق على كلام النواب. هادي خالص. قول لهم انك انت بتعتذر عن اتفضل يا سيادة الوزير. لا ينفع. لا 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 لا، مش هعتذر.